وبركاته. تغطية لأهم أخبار البورصة بتاريخ 10 أغسطس 2026. يوم مجلس إدارة مصر للفنادق يقترح توزيع كوبون نقدي بقيمة 1 جنيه للسهم. نشوف كده يا جماعة تفاصيل الخبر ده. وافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق على مشروع حسب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية 30/20. وقالت الشركة في بيان اليوم أن حساب توزيع الأرباح يتضمن توزيع نقدي على المساهمين تبلغ قيمته 871 مليون جنيه. وأضافت الشركة أن مقترح التوزيع يشمل صرف كوبون نقدي بواقع 1.10 جنيه للسهم الواحد. حققت شركة مصر للفنادق صافي ربح بعد ضريبة بلغ 1.370 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 1.310 مليون جنيه خلال العام المالي السابق. وعلى صعيد الإيرادات بلغ نحو 1.960 مليون جنيه بنهاية مقابل 1.900 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن بنسبة نمو 2.8. بالنسبة لمصر الفنادق طيب البورصة المصرية يطلق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد بمؤشرات لحظية. طب بالنسبة للناس بقى اللي عايزة تعرف التحركات اللحظية للمؤشر، نشوف الموضوع ده. أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد في نسخة متطورة باسمه، وذلك في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى مواكبة أحداث الممارسات العالمية في التكنولوجيا المالية وتعزيز قنوات التواصل والشفافية مع مجتمع أسواق المال والمستثمرين. وطلبت إدارة البورصة المصرية كافة المتعاملين والمستثمرين والمهتمين بسوق الأوراق المالية لاستعراض النسخة التجريبية الجديدة وتقديم آرائهم وملاحظاتهم البناءة حولها، حرصا منها على إشراك أطراف السوق في عملية التطوير المستمر لضمان خروج الموقع في شكله النهائي بما يلبي كافة تطلعات واحتياجات المستخدمين حسب بيان اليوم. ويأتي إطلاق هذه النسخة التجريبية المتطورة يأتي تتويجا لجهود البورصة المستمرة ضمن خطتها الشاملة للتحويل الرقمي ورفع كافة البنية التحتية المعلوماتية، حيث يتميز الموقع الجديد بواجهة تفاعلية حديثة وسهلة للاستخدام تتيح للمتعاملين تجربة تصفح مرنة وسريعة لمتابعة حركة التداولات والمؤشرات لحظة بلحظة. وتتضمن الموقع شريطا لعرض الأسعار يتيح عرض أسعار الأوراق المالية وبيانات التداول بصورة واضحة للمستخدمين بما يسهم في سهولة وسرعة ومتابعة حركة السوق. كما يتيح الموقع التكيف والعمل بكفاءة على مختلف أحجام الشاشات والأجهزة المحمولة. ومن أبرز الأقسام والخصائص الجديدة التي يتضمنها الموقع على موقع البورصة الجديد في مرحلة البث التجريبي قسم ملخص السوق الشامل، والذي يعرض بأسلوب بياني متطور إجماليات التداول من قيم وأحجام التداول وعدد العمليات ورأس المال السوقي للشركات المقيدة. كما يقوم الموقع الجديد بمتابعة المؤشرات المحدثة، وهي عبارة عن نافذة متكاملة متابعة أداء كافة مؤشرات البورصة المصرية EGX 30 ومؤشر الشريعة والسبعيني والمية ومؤشرات التميز وغيرها، مع إمكانية عرض الرسوم البيانية التفاعلية المباشرة. كما يتيح الموقع الجديد قسم الأسهم الأكثر نشاطًا، وهو قسم مخصص لرصد حركة الأوراق المالية الأكثر تداولا والشركات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا
في الجلسة، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما يقدم الموقع الجديد للمستخدمين تحديثات حية ومباشرة للأسعار الذهب والفضة والبيانات الخاصة بها والمرخصة في هيئة الرقابة المالية. ويحتوي الموقع الجديد للبورصة المصرية على قسم المركز الإعلامي والأخبار البورصة، ويشمل الأقسام والخاصة بأحداث قرارات لجنة القيد وإفصاحات الشركات وأخبار الأعضاء والبيانات الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية بصورة منتظمة تضمن سرعة وسهولة الوصول للمعلومات. طبعا يا جماعة ده موقع مهم جدا جدا للي عايز يتابع الأسعار لحظة بلحظة. الموقع ده مفيد جدا طبعا للناس المتعاملين في البورصة. طيب تباين مؤشرات بورصة مصر بمنتصف السبعين يوسع بمكاسبه. طيب أرباح عبر المحيطات للسياحة تتراجع 74% في النصف الأول 20. تباين مؤشرات بورصة مصر بالتعاملات الصباحية السبعين يقفز 2%. أرباح مصر للفنادق ترتفع إلى مليار 670 مليون جنيه خلال 2025 و2026. طبعا دول هيوزعوا كوبونات زي ما احنا غطينا الخبر كده يا جماعة. ارتفاع أرباح بنك قناة السويس لأكثر من 3 مليار و600 مليون جنيه في النصف الأول. الألمنيوم العربية تتحول للربحية خلال النصف الأول بدعم 3 عوامل. طب نشوف كده تفاصيل الخبر بسرعة. الألمنيوم العربية. طيب كشفت القوائم المالية لشركة الألمنيوم العربية خلال النصف الأول من العام الجاري عن تحويل الشركة للربحية على أساس سنوي. وأوضحت المؤشرات المالية المرسلة لبورصة مصر اليوم أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة 6,680,000,000 خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقارنة بصافي خسائر بقيمة 5,000,000,74% خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى صعيد الإيرادات بلغت نحو 279 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 279 أيضا بنهاية الفترة المقارنة. ده بالنسبة للعربية. طب نعرف احنا بس العوامل اللي ادت لكده. انخفاض المصاريف التمويلية، زيادة ارباح فروق تقديم عملة، وانخفاض التكاليف وارتفاع اسعار البيع خلال الفترة الحالية. دي العوامل اللي ادت لزيادة الربحية. ارباح فايلو تصعد 43% الى 486 مليون جنيه في النصف الاول. نمو ارباح اسكندرية تداول حاويات 18% لتصل الى 3,800,000,000 جنيه بالنصف الأول. الشركة دي مهمة يا جماعة جدا جدا جدا، اسكندرية لتداول الحاويات. طيب كشفت القوائم المالية غير المدققة للشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال النصف الأول من العام الجاري عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 18% على أساس سنوي. وأوضحت المؤشرات المالية المرسلة لبورصة مصر أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة خلال المدة من يناير حتى يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 3,210,000,000. سعر الإيرادات بلغت إيرادات المبيعات نحو 4,850,000,000 بنهاية يونيو 2026، مقابل 4,440,000,000 من الفترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت 3%. دي بالنسبة لاسكندرية الحاويات. طبعا السهم ده مهم جدا يا جماعة، وسهم قوي جدا بيحقق مكاسب رهيبة. صندوق الاستثمار القطاعية مدينة مصر إسكان 25% سهم خزينة خلال جلسة اليوم. طبعا احنا قلنا مليون مرة مدينة مصر ده يا جماعة
قاعدة بتشتري في أسهم خزينة. أسهم خزينة ده معنى كده إن الشركة دي تسوى أكتر من كده. أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عن قيامها بشراء أسهم خزينة خلال جلسة اليوم الأحد. وأوضحت الشركة في إفصاحها لبورصة مصر إنها اشترت 1,250,000 سهم خزينة خلال جلسة اليوم. وجاءت عملية الشراء تنفيذا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 يونيو 2026 الخاص بشراء أسهم خزينة. ده طبعا السهم عامل حوالي 7 جنيه قرش. مدينة مصر كانوا تعمير يا جماعة. ده أكيد السهم ده هينطلق. طيب 4 أسهم تقفز 20%. أبرز الرابحين في البورصة المصرية. ده طبعا بتاريخ امبارح. نشوف كده بسرعة. جالاكسو طبعا، واسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، فوكو الصعود بنحو 20%. طيب فودوكو لا توجد أحداث جوهرية تبرر تحركات سهم الشركة. احنا هنحذر يا جماعة، نفس اللي كان بيحصل في تايكون بيحصل في فودوكو. أخار والسهم بيصفر. أكدت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية فودوكو إنها لا يوجد لدى الشركة أي أحداث أو معلومات جوهرية تبرر التحرك السعري الذي شهده سهم الشركة مؤخرا. جاء ذلك في إفصاح مرسل بورصة مصرية اليوم الأحد ردا على استفسارات اللي هو بتاريخ امبارح يا جماعة حول تحركات سهم الشركة في السوق خلال الفترة من 2 أغسطس إلى حتى 9 أغسطس. وكانت القوائم المالية الشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية فودوكو خلال النصف الأول من العام الجاري كشفت تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 46%. يعني الأرباح قلت بنسبة 46% على أساس سنوي، والشركة قاعدة بتصفر. نفس اللي بيحصل يا جماعة في تايكون، خلي بالكم. وسجلت صافي ربح بلغ 30 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026 مقارنة بصافي ربح بلغ 57 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. الناس هتتحبس في الآخر، يصعد والناس تخش وهو هيحبسهم. ايه بلغنا وخلاص. طيب احنا كده يا جماعة غطينا معظم أخبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.